خطيرة جدا، انا كان نفسي انبهكم عليها من زمان، واستغليت اللي حصل امبارح عشان اكلمكم عليها على كل البنوك. امبارح جات لي كذا رسالة من ناس عندها حسابات كيو ام بي ربطها على انستا باي، مش عارفين يحولوا لاشخاص تانية. وكمان في ناس اتخصم من رصيدها من انستا باي، يعني من رصيد الكيو ام بي المربوط بانستا باي، وما كانش بيوصل للاشخاص التانية. فما جيت استعلمت عن اصل الموضوع، عرفت ان السيستم بتاع كيو ام بي نفسه كان واقع، وكان الاونلاين بانكينج كمان مش شغال، ولا الابلكيشن ولا اي حاجه. المفروض ان اي بنك مربوط بانستا باي واخد تصريح كده تبع انستا باي باو تي بي من الفيزا بتاعه البنك في البدايه، فلو السيستم مش شغال مش هتتم المعامله معاك. عشان كده اي حد يجي يعمل اي معامله، من فضلك اول حاجه تفتح الابلكيشن بتاع البنك بتاعك، اتاكد انه شغال. طبعا لو كارت ميزه خلاص هقول لك حاجه تانية تعملها عشان تتعامل، لكن لازم تتاكد بالبدايه ان سيستم البنك نفسه شغال، اونلاين بانكينج ابلكيشن. وبعد كده جرب بمبلغ صغير، جرب بجنيه. الجنيه ده اتخصم ووصل للشخص التاني، خلاص كمل المبلغ الكبير بتاعك. اتعلق وما وصلش، ساعتها يا تستنى الفلوس مثلا توصل لك وتعرف ساعتها ان السيستم شغال، او لا قدر الله المعامله ما تتمش او ترتجع، فساعتها ما تكملش بالمبلغ الكبير عشان ما تزعلش عليه. ونفس الموضوع في كارت ميزه، جرب بمبلغ صغير. لان برضو هنيجي المشكله تانية، ان في بعض الناس بيحولوا الاشخاص غلط. فانت لو جربت موضوع الجنيه ده في البدايه وحولت، والله الفلوس وصلت للشخص الصح، كمل بالمبلغ الكبير. عشان كده مشكله موضوع ان السيستمات اللي بتبقى واقعه احيانا كتير في بنوك، السيستمات بتاعتها بتبقى واقعه، وساعتها اما فلوسك بتتعلق، ساعتها انت بتبقى عايز الموضوع سريعا. فانت ساعتها كده هتتعطل وهتتقدر، وساعتها هتقعد بقى تكلم البنك والكلام ده ويرجعها لك في 14 يوم، او يبقى حظك حلو والمعامله توصل بعد ساعتين ثلاثه. عشان كده انا حبيت استغل الموضوع ده وانبهكم من فضلكم، قبل ما تعملوا اي معامله حتى لو ب 1000 جنيه حتى ب 500 جنيه، جرب بجنيه واحد بس في البدايه. جرب كده، لو قبل معاك وتمت العمليه التانيه برضه هتتم. لكن لو العمليه الاولى اتعلقت، ساعتها هتبقى عرفت. عشان والله انا بتجيلي رسائل من ناس حولوا لاشخاص غلط، او الفلوس اتعلقت، وساعتها بضطر اقول لهم يكلموا البنك واستنى 14 يوم، وكلم خدمه عملاء انستا باي. المفروض ان انستا باي اتعمل تسهيلا للناس، لكن في بعض الناس مثلا بتبقى مستعجله شويه فعايزه تحول المبلغ على طول. لكن يعني انت مش ضامن ان السيستم بتاع البنك نفسه يبقى شغال. عشان كده تضيع وقت شويه ان انت تجرب معامله في البدايه، افضل من ان انت تضيع وقتك في انتظار الفلوس اللي متعلقه. المشكله دي مش خاصه بالكيو ام بي خالص، احيانا في بنوك تانية بتحصل فيها المشكله دي. لذلك حبيت انبهكم على الموضوع ده. ان شاء الله هعمل فيديو مخصوص وبالتفصيل عن كل مشاكل انستا باي في التحويل وازاي نحلها. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.